بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أسرة بسيطة. قلت لكم قبل كده في الفيديو بتاع القلبز ان انا ان شاء الله هستخدم الاكياس الفاضية دي في حاجة حلوة. ان شاء الله هستخدمها لزينة رمضان، وحاجة سهلة جدا مش هتكلفكم اي حاجة. يعني اي اكياس عندكم، مش لازم طبعا قلبز، اي شيبسي، اي سناكس، اي حاجة من دي عندكم استخدموها. انا بالنسبه لي هنا عندي اكياس فاضيه من قلبز، وطبعا انا عاملاهم بالمشبكين كده عشان ما يبقوش هايشين. وعندي برده تويز سيتي، طبعا انا عندي اكتر من كده بس انا جايبه دول عشان اوضح لكم عليهم فكره معينه. نشوف كده اول فكره ونبتدي مع بعض بسم الله. طبعا عشان يبقى معانا فيديو زي ده او هنعمل الفكره بتاعتنا، هيبقى معانا لازم مقص ودباسه. تمام، مقص ودباسه. طب هنعمل ايه؟ اول فكره سهله خالص. طبعا احنا لو كنا جايبين الاكياس دي او في اكياس تانية بيبقى عليها اللي هي الشريطه دي، انا هعمل ايه؟ الشريطه دي نفسها هستخدمها ازاي؟ هوريكم كده. اول حاجه بخلع الشريطه، طبعا انا خلعه واحده قبل كده، هخلع واحده اهي، هخلعها بكل سهوله اهي. هعمل بقى كده مع الاكياس اللي معايا دي كلها، كل اكياس قلبز دي هخلعها وهوريكم هنعمل بيها ايه. اخلعها واخلصها واوريها لكم. طلعت لي الكميه دي. طبعا احنا عارفين الشرايط دي كلها المقاس بتاعها واحد. تمام، هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله هنجيبها. طبعا هي في منها وش الوان وفي وش الابيض زي ما انتوا عايزين. انا عن نفسي بحب الالوان، فهعملها كده كانها دايره زي ما قلنا. هنعمل دايره اهي، شايفين هي بتبقى كده، وبعملها دايره وبجيب الدباسه وبدبس الدايره دي. عندك دباسه، عندك لزق، عندك سلوتيب، مفيش اي مشاكل. طيب الباقي دول هعمل فيهم ايه؟ بكل بساطه هقوم مدخله اللي هي الشريطه التانيه دي، وطبعا اعملها ايه؟ ما اعملها على الالوان عشان تبقى كلها الوان، واقوم مدبسه. وبرده اللي بعدها هكذا. يعني بصوا انا عملت 2 اهم حلقتين، اقوم داخله اهي مدخلاها اهي عادي جدا اهي، من هنا ومن هنا اهو، شايفينها واضحه، واقوم مدبسه. هخلص بقى الشرايط دي كلها واوريها لكم كلها هتبقى شكلها ازاي على بعض. ده بقى شكله بعد ما جمعته كلهم بالمنظر ده اهو، طويل اهو خالص اهو. ممكن اعمل كمان اكتر واعلقها بقى، بيبقى برده منظرها ايه؟ منظرها جميل خالص. طب انا لو ما عنديش الشرايط دي عادي جدا اجيب كيس من الاكياس برده الشيبسي او اي سناكس، وهوريكم نعمله ازاي. كل اللي هعمله هو طبعا بيبقى مفتوح من هنا مطرح ما احنا بنفتح وناخد السناكس بتاعنا. هفتحه كمان من تحت كده بحيث ان هو ما يبقاش مقفول من تحت. تمام، هيبقى كده يعني اهو، من هنا ومن هنا. طب اعمل ايه بقى؟ ممكن اقوم قصاه كده دواير، يعني شرايط كده رفيعه. لو انا بقى عايزه بقى ايه الوان تانية، مثلا ده مثلا على اصفر وما عنديش الشرايط دي، سهله قوي. هسيب اول دايره فيهم مقفوله، انما هفتح الباقي كله اهو، احطهم كده وافتح بحيث اهو كده كده. خلاص انا كده فتحت الورقه دي، وبرده بنفس فكره التانية بس دي هتبقى على اوسع لان دي الشريطه بتاعتها كبيره. وبرده ادبسها بالمنظر ده كده، وافضل بقى ادبس بقى كل الورق ده فيها اهي. بدخلها برده نفس فكره التانية، يعني مفيهاش اي حاجه، بس دي بتبقى اوسع شويه. يعني ممكن نعمل واحده كبيره وواحده صغيره. تمام، ادي دي فكره تانية. هخلصها واوريها لكم. ده شكله برده. طبعا انتوا على قد ما تطولوا بقى عندكم 5 6 اكياس، طولوا وايه وعلقوه، وممكن تشبكوه في بعض، يعني اكتر من واحده تشبكوها ايه في بعض بالمنظر ده. دي تاني فكره. هقول لكم كمان على فكره تانية من ورق الكراسات القديمه او ورق الكتب القديمه، نشوفها مع بعض. كلنا عندنا كراسات قديمه او كشاكيل قديمه او ايه او كتب قديمه. ده كان كتاب قديم حبيت ان انا استغله، مكتوب فيه اهو. فانا هعمل ايه؟ هقطع ورقه منه عشان دي مقطوعه مش كامله، فانا هقطع اللي هي الورقه دي كده واوريكم انا هعمل بيها ايه. كل اللي انا هعمله الورقه اهي، طريقه سهله قوي ما فيهاش اي حاجه، وبتنيها كده اهي
بتنيها نصين، نصين بالظبط. امشي عليها كده عشان تبقى مستويه، نصين اهو، وبعد النصين كمان نصين. تمام. واقوم ايه عاملاها كده. بس ده اللي انا عملته. سهله ولا صعبه؟ يعني هي كده وبعدين كده، مش اكتر من كده. وبعدين نجيب المقص ونقص، بس نخليها ايه بعاد عن بعض شويه. يعني واحده اهي، نقص بس مش للاخر، يعني قبل الاخر بحاجات بسيطه، ونوسع شويه كده. لو عرفنا نعملها بالقلم مسافات متساويه مش هيجرى اي حاجه. تمام اهي. والمهم ما نقطعش لغايه الاخر، نفضل كده لغايه اخر الورقه. تمام. عملنا الخطوه دي اهي. نيجي بقى الناحيه التانيه اللي هي ايه ما عملناهاش، اللي هي من الناحيه التانيه دي، من تحت كده، ونقوم برضو ايه قصينها قبل الاخر، ما نقطعش لغايه الاخر برضو كده. وهنشوف شكلها بعد ما عملناها هتبقى ازاي. ده شكلها بعد ما قصيتها من تحت ومن فوق. بصوا بقى، وبعملها كده. بصوا تدي منظر ازاي، يبقى شكلها حلو ازاي. شايفين؟ ممكن بقى نعلقها كده، ممكن نعملها دايره ونعلقها، يعني ممكن نعلقها كده او كده، ونجيب بقى ورقه جنب ورقه جنب ورقه، هتبقى شريط كبير. انا هوريكم الحاجات اللي انا علقتها. طبعا انا لسه هعمل حاجات كتير قوي. دي كانت 3 افكار اللي عندي النهارده، هوريها لكم. هوريكم حاجات بسيطه وهي متعلقه. نشوفها كده مع بعض. ده منظرها وهي متعلقه. طبعا انا ما علقتهاش كلها عشان وقت الفيديو ما يطولش. فعملت حاجه بسيطه كده، قلت بسرعه اوريها لكم. طبعا بقى زي ما انتوا عايزين تعلقوها على حيطه علقوها، عايزين تعلقوها على الباب في الشارع. حاجات سهله وبسيطه ومش هتكلفنا اي حاجه، وفي نفس الوقت هتفرحنا. وكل ما الالوان تكتر كل ما نفرح اكتر. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.